السلام عليكم. معكم سعيدة من قناة أختي سعيدة الشمالية. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم فخيدات ديال الجداد بالبطاطا والزيتون ومطيبين في الفران. قبل ما ندوزو المقادير وطريقة التحضير، فضلا وليس امرا بالنسبة للناس اللي اول مرة كيشوفوا القناة ديالي، ضغطوا على زر الاشتراك ويفعلوا الجرس باش يبقاو يوصلوا بالجديد ديالي. مباشرة ندوزو المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. في الإناء غادي نعملو معلقة صغيرة ديال مطرد، راس معلقة كبيرة ديال اليوزار، راس معلقة كبيرة ديال سكنجبر، وراس معلقة كبيرة ديال الخرقوم، معلقة كبيرة ديال لاصوص طوماط، وقليل من الحار. وغادي نضيفو معلقة كبيرة ديال القزبر والمعدنوس، وغادي نضيفو اقل من نصف كأس ديال زيت العود وزيت المائدة كما كتشوفوا مخلطين. وغادي نضيف عصير نص ليمونه كما كتشوفوا. العصير ديال الليمون والمطرد كيعطي واحد المذاق لذيذ بزاف نجدد. كنتمنى تجربوا هاد التتبيله وتنال الاعجاب ديالكم. غادي نضيف رشيشه ديال الملح كيبقى حسب الذوق. غادي نحك واحد 3 فصوص ديال الثومه كما كتشوفوا. هاد التوابل ما شاء الله كيعطيو واحد المذاق لذيذ بزاف نجداد، وممكن تضيفوا تزيدوا حتى الصوجه الا كانت عندكم، ضيفوها حيت كتواتي جداد بزاف وكيعطيوهم خصوصا الجداد اللي مطيبين في الفران بحال هاد الطريقه اللي غادي تشوفوها دابا. خلطت هذوك المكونات مزيان مع بعضياتهم حتى نسجموا. ودابا جبت الفخيدات ديال الجداد كنشرملهم كما كتشوفوا. بالنسبه للفخيدات ديال الجداد كيبقاو على حسب افراد العائله. قشرت واحد 3 ديال البطاطات وغسلتهم مزيان وقطعتهم بشكل طولي كما كتشوفوا، وشرملتها في نفس التوابل اللي شرملت بها الفخيدات ديال الجداد. في البلاطو ديال الفران ولا في الصينيه اللي عجبكم غادي نوضع البطاطا في القاعده ديال المول، ومن بعد غادي نستف الفخيدات ديال الجداد من فوقي كما كتشوفوا. في الاخير غادي نوضع 2 فلفلات حارين، وحده خضراء وحده حمراء. في الاخير غادي نضيف نصف فلفله حمراء والنصف ديال الخضراء، وغادي نغلف البلاطو بابي كويسون وغادي نغطيه بالصينيه. الا كان الالومنيوم غلفوه بالالومنيوم احسن. مسخنا الفران من قبل على 200 درجه. المده ديال الطياب ديال هاد الفخيدات ساعه، وكيبقى واحد ثلث ساعه غادي تفتحوا عليهم وغادي تحمروهم.